العدائي. ماشي. طيب. هم من الصحابة العدائيين للنبي. طيب أيهما أفضل، الخميني أو شو اسمه أو معاوية؟ هذا لما يأتي معاوية في فصل كامل. أنا عندي معاوية منافق. يعني الخميني أفضل من معاوية؟ أي عندي الخميني أفضل من معاوية. إذن الخميني أفضل من معاوية بكثير رضي الله عنه، وليس أفضل بقليل، بكثير بكثير. أي كثير. أفضل من معاوية، أفضل من معاوية، وأنت سني، وأنت ضد معاوية لأنه نازع علي على الولاية، وبنفس الوقت تذهب إلى الأباضية لأنه الذين يعظمون ابن ملجم الذي قتل الوالي أو أمير المؤمنين علي. لكم كتاب السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، الجزء الثاني صفحة رقم 307. يتكلم المؤلف عن قصة الحكمين. قال: وكذلك علي أمره الله بقتالهم، فلا يحل له ترك ذلك ولا تحريمه منهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، ولا يحكم أحدا منهم ولا فيهم بعد أن فرق الله بينه وبينهم، فهذا دليل على كفر علي وضلاله وصواب أهل النهروان وعدلهم. هؤلاء الخوارج المرضى في عقولهم وقلوبهم يكفرون عليا رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سيدنا علي مقطوع له بالجنة، وهؤلاء الخوارج المجرمون يحكمون عليه بالكفر والضلال. ده أمام حضراتكم كتاب قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، تأليف جميل بن خميس السعدي، الجزء الثامن صفحة رقم 260. قال الخبيث: ثم إن علي بن أبي طالب استخلف على الناس فنقض عهد الله وحكم في الدار غير حكم كتاب الله وقتل المسلمين وسار بالجور في أهل رعيته، فعلى هذا الذي صحت منه سعادة علي بن أبي طالب أن يتولى لله علي بن أبي طالب على سفكه لدماء المسلمين وعلى تحكيمه في الدماء غير حكم كتاب الله وسيرته القبيحة. هذا الكلام يقال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وفي الصفحة التي تليها يقول: فإن قال فقد قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه من أهل الجنة، قلنا له: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لم يصح معنا. ينكرون كل فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان هو الحق أصح معنا أم قول الله تعالى إذ قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا الخبيث يقول أن هذه الآية تنطبق على سيدنا علي رضي الله عنه. ولم يكتف هذا المجرم بذلك، بل قال إن قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أيضا تنطبق على علي رضي الله عنه. نعوذ بالله من الخزي والضلال. ثم يكمل الخبيث قائلا: فنحن قد صح معنا أن علي بن أبي طالب قد قتل المسلمين، فعلينا أن نبرأ من علي بن أبي طالب، وعليك أن تبرأ ممن قتل المسلمين إن صحت عندك سعادة علي بن أبي طالب وتتولى لله علي بن أبي طالب. هذا يقال في علي بن أبي طالب الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وفي كتاب الاستقامة للكدمي ينقل إجماع الإباضية على أن عليا حاد عن سبيل الله. والكتاب أمام حضراتكم على الشاشة من تأليف العلامة المحقق محمد بن سعيد الكدمي، الجزء الأول صفحة رقم 118. قال: وقامت به الحجة من إجماع أهل الحق. خلي بالك، هذا إجماع، لأن بعضهم اليوم ينفي تكفير علي رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفاقا وتقية، فلينتبه إلى ذلك. وقامت به الحجة من إجماع أهل الحق وهم الأمة، يقصد الإباضية، أن علي بن أبي طالب حاد عن سبيل ما كان عليه من حجة الله، وأن أهل النهروان اللي هم الخوارج نفسهم ثبتوا على الأصل الذي كان عليه. وحتى علماء الإباضية اليوم الذين ينكرون تكفير الصحابة تراهم دائم الثناء على الكتب التي تكفر عليا وتكفر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. في مقدمة كتاب المعتبر للكدمي صفحة رقم 4 تجد أن أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان اليوم يثني على مؤلف هذا الكتاب الذي يكفر سيدنا عليا وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول أن أبا سعيد مؤلف هذا الكتاب معدود في أجلة علماء المذهب الإباضي بعمان،
حتى أنه لقب بإمام المذهب. وفي صفحة رقم 8 دار النشر تقول: فهو أي أبو سعيد الكدمي هذا مكفر علي، فهو كما قال العلامة الخليلي بحق، أصبح أبو سعيد بهذا الكتاب الجامع لأحكام الولاية والبراءة وكتاب الاستقامة إمام العلماء بلا منازع. يعني الشيخ أحمد الخليلي مفتي الإباضية اليوم في سلطنة عمان يعتبر الشخص الذي يكفر عليا رضي الله عنه وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إمام العلماء بلا منازع. مكفر علي إمام العلماء عند الإباضية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا لا يقولن لي أحد أن الإباضية اليوم لا يقولون عن علي ما قال أسلافهم، فالعبرة بقول العلماء المحققين من علمائهم الأقدمين، وليس بما يقال اليوم عن طريق التقية، حتى لا يعانوا من العقبات في نشر مذهبهم الباطل. تعرف عزيزي المشاهد بأن الخميني يصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم أخبث من الكلاب والخنازير والعياذ بالله؟ نفتح كتاب الخميني، كتاب الطهارة، المجلد الثالث، صفحة رقم 457، يقول: وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم، وإن كانوا أشد عذابا من الكفار كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، وإن كانوا، ركز معي عزيزي المشاهد، أخبث من الكلاب والخنازير. إلا أنه تعليقا على كلمة أنه نشر الإسلام، معاوية لم ينشر الإسلام، هم نشروا نسخة من الإسلام تتوافق معه. أصلا القذافي نشر الإسلام أكثر ما نشره معاوية، وكانت نسخة القذافي من الإسلام التي نشرها أفضل أو أقرب إلى الإسلام الحق من الإسلام الذي نشره معاوية. الإسلام الذي نشره معاوية هي نسخة أموية تدين بالطاعة أن الخليفة سلطان الله في الأرض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو رسول، وأن الخليفة أكرم عند الله من رسوله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، اللي صد الناس كل الناس سواء، اللي موجود فيه واللي جاي من برا، اللي صد الناس عن الطواف حول الكعبة في نظر القرآن وفي نظر الله هو كافر. إذا سفير الفاتيكان يريد أن يذهب غدا لكي يطوف على الكعبة الذي هو من حقه، ولأن الكعبة هذه معمول لكل الناس، الذي يمنحه هذا رأي القرآن فيه. كل اللي جرى بعد وفاة النبي خارج عن الإسلام، لا قال به الله ولا القرآن ولا الإسلام. الإسلام فهم غلط، فسر غلط، وتحول إلى الخلافة، والخليفة تحول إلى إمبراطور، وتحول إلى متجبر ومتكبر، وتحول إلى دكتاتور وفي يد السيف، وكل رقابنا تخضع للخليفة، والخليفة يملك الأرض ومن عليها، وملكة أيمانكم فسروها إن اللي يملك شيء ياخذه، ومثنى وثلاثة ورباع فسروها حتى هم بهذا الشكل، وهو في النهاية الزواج بواحدة فقط في القرآن، وتركوها وقالوا مثنى وثلاثة ورباع. وهذه التفسيرات كلها خلتنا ما نستفيد من الإسلام. واحد يقول لهم احنا علاش نحب النبي محمد؟ يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لأن رسول الله، لأن مش عارف ايه، لأن جاب لنا القرآن، لأن حبيب الله. لا ما شنو؟ قال عشان يا اخوان عشان يشفع لنا. من قال لك يشفع لك محمد؟ محمد يلا حتى نفسه ما يشفع لهاش، كل نفس من كسب برهين، يوم لا تنفع شفاعة الشافعين. المرة كان بلا حجاب. في عصر الجماهير وعصر التحرر والانطلاق والبشر اصبحوا مستويين، وحواء ما كانش عندها ملابس بالمره. احنا لولا الشيطان عملنا حتى ورقه التوت. الحجاب ليس من عمل الشيطان، لان الحجاب تعبير عن ورقه التوت، ورقه التوت هي من عمل الشيطان. الشيطان هو اللي تدخل. وبعدين مرة راسها عريان لابسه ملابس قصيره، ارادتها قويه مسلحه مدربه شجاعه، هذه محجبه ومحصنه. مرة ضعيفه عزيمتها خايره، اطلاقها ضعيفه، حط عليها زي ما عملوا الشريعة الإسلامية
سموها الشريعة الإسلامية وهي ما هي شريعة إسلامية، اجتهادات فقهية. واحد اجتهد في العقوبات، واحد اجتهد في الإجراءات، واحد اجتهد في الأحكام الشرعية، اجتهادات سموها شريعة إسلامية. ما هي شريعة إسلامية، شريعة إسلامية ما في الكتب المقدسة، الكتب هذه السماوية هذه شريعة إسلامية. تطوف حول الكعبة. It is the right of everybody to go around Kaaba. من أين جت تحريم غير اتباع محمد من الطواف على الكعبة؟ ليس هناك إلا آية واحدة في القرآن تتحدث عن هذا. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. And they should not go near or approach the holy mosque. من المشرك النجس. إذا جاء بابا الفاتيكان وقال أريد أن أطوف حول الكعبة، يرد عليك البابا ويقول لك أنا ماني مشرك وماني نجس. زي اللي يقولوا الآن الحديث القدسي، حديث القدسي والله كان بيقول ليش ما نقولها في القرآن؟ حاجة لا حديث مع النبي ولا القرآن، حاجة ثالثة اسمها الحديث القدسي. هذه تقليد التلمود، حاجة فيها في اليهودية اسمها التلمود، اللي هو حاجة زي الحديث القدسي عندنا احنا. قالوا هذه شريعة للواح مكتوبة والتلمود غير مكتوب. زي ما يقول لك القرآن وحي والحديث القدسي هذا ما هو وحي، قال هيك وخلاص. كيف قال هيك وخلاص؟ كان قال الله معناه وحي. يحاول القذافي إثبات أن الدين الإسلامي يتناقض مع الحرية لأنه منحاز إلى جانب العدل، والعدل عند القذافي ديكتاتورية تتلخص في كلمتي كن فيكون. لكن الدين بصورة عامة سواء كان وضعي أو سماوي هو العدل، وبالتالي الدين ما دام عدل نقيض الحرية. من الجهل من الناحية العلمية أن نعتبر الدين له علاقة بالحرية. الدين عدو وجود الحرية لأنه هو اللي في كل النواهي والأوامر. الدين هو جملة نواهي وأوامر، لا 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 كلها، وفيه الخضوع كامل. يكفي ان احنا عبيد لله خلاص، وكل شيء يسبحه بحمده او باسمه. الدين عبودية كاملة، يعني عبودية لله، يعني عبيد. يكفي ان المخلوقات هي عبيد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني درجة التعبد. اسجد، اركع مع الراكعين، اخفض صوتك، احفظ، يعني الحفظ والضم والخفض والركوع والسجود، هذه كلها ضد الحرية. الدين يأمر بها، ما في يعني الحرية ما تقول لك تسجد اركع. أنا حر، أخفض جناحك، أغضض من بصرك، أحفظ. ما في الحرية، ما مش متحفظ على شيء، مش حافظ على حاجة، مغضش بصري. أنا بنبرهن من الناحية النظرية اللي تطبق على الناحية العملية على صحة هذه المقولة الفقهية أن العدل والحرية متناقضان. فاليهود كانوا موجودين في ليبيا، يعني مساكين كانوا طيبين، ما فيش عداوة بين العرب واليهود إطلاقا إلا بعد 48 عندما قاموا دولة من طرف واحد على أرض فلسطين وغيروا اسمها من فلسطين إلى إسرائيل. هنا بدأت العداوة وتم طرد الفلسطينيين، خلاص بدأت العداوة. هم اللي يعنوا العداوة من طرف واحد، أما قبلها العرب كانوا هم اللي يحموا في اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يسوء حكم الإخوان المسلمين
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ويضربن بخمورهن على جيوبهن، ويقول لك وقرن في بيوتكن، ورغم ان الانسان نبي لك حيقولوها. ما اعتقدش المرأة التونسية ما زالت تقبل بحاجة الحقيقة زي هذه. وهذه صلاة الاستسقاء، وهذه صلاة الاستخارة، هذه كلها ما انزل الله بها من سلطان. كل هذه كلام دجل ضخ المطابع تو في الدجل وفي الفضائيات اللي تقدم لك. ولذلك ذهب إلى الجامعة الليبية، ولما حضرت صلاة العصر وقف العقيد ليصلي بالطلاب إماما، فلما وقف ليصلي العصر صلى بصوت جهوري مسموع، جهر في صلاة العصر، وبعد أن قرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد، ولم يقل قل هو. وبعد الصلاة قالوا له سبحان الله أثناء الصلاة، فلم يصحح خطأ. وبعد أن فرغوا من الصلاة قالوا له يا سيادة العقيد لقد جهرت في صلاة العصر وحذفت من السورة لفظين، لفظ قل ولفظ هو. فقال لهم لقد فعلت ذلك عمدا لأعلمكم شريعة الإسلام. ما شاء الله، ما شاء الله يا شيخ.